وأنا مش لاقي حتى حد يقولي كلمة حلوة، فلازم أعمل كده وأخرب بيتها. هاي، عاملين ايه يا احلى واجمل ناس في الدنيا؟ وحشتوني من القصة اللي فاتت، والنهاردة كاتبالكم قصة جديدة. وللي لسه ما يعرفنيش، انا مريان. وما تنسوش لو قصتنا النهاردة عجبتكم ادعموني باللايك والكومنت واشتركوا في القناة علشان تنضموا لعيلتنا اللي هتكبر بيكم. ويلا نبدأ في قصة النهاردة. الله الله الله، ايه الأكل الجميل ده؟ تسلم ايدك. ألف هنا وشفا. يعني أنا عندي كام معاذ بس؟ أنا عارف الدخلة دي. قوليلي بس عايزة ايه بقى؟ جوزي حبيبي اللي فهمني. بص، عايزاك تودي فارس النهاردة التدريب. ليه كده بس يا أسماء؟ انت هتروحي فين النهاردة؟ ميسة هتعدي عليا علشان هنشتري كام حاجة من برا. ميسة دي طلعالي في البخت من يوم ما اتجوزتك يا أسماء. اخس عليك يا معاذ، ما تقولش كده على ميسة، دي مش صاحبتي بس، دي أكتر من أختي، وبعدين أنا أعرفها من قبل ما نتجوز. خلاص خلاص يا ستي، انا عارف ان ميسة دي اصلا ضرتي. انا هودي فارس النهارده، بس انتي ما تتاخريش بره يا اسماء. جوزي حبيبي وابو ابني، ربنا يخليك ليا يا رب. ماشي يا ستي، ويخليكي ليا انتي وفارس يا رب، انتم احلى حاجه في حياتي. ها وبعدين ايه اللي حصل؟ مفيش. فضل يتفرج على الماتش اول ما رجع من الشغل وما عمليش لمبة المطبخ حتى. جوزك ده بيحب الكورة جدا كده ليه يا اسماء؟ ايه كان نفسه يطلع لاعب كورة؟ انتي هتقولي فيها. وهو صغير كان نفسه يطلع لاعب كورة، ولعب فعلا في الناشئين، بس بعد كده ركز في حياته والدراسة علشان باباه الله يرحمه كان رافض الكورة دي تماما. ولما دخل الكلية ودرس الديكور حبه أكتر. يا أسماء، ده معاذ شاطر قوي في الديكور، واحدة أعرفها راحت له مكتب الديكور بتاعه وبتشكر في شغله جدا. الحمد لله بجد. ربنا يخليه ليا انا وفارس، بجد من غيره معرفش اعمل ايه في حياتي. لا، وهو كمان بيحبك قوي يا اسماء، بيبان عليه كل ما باجيلكم. صح، ما تيجي تروحي معايا النهارده نتغدى مع بعض يا ميسة وبعدين تروحي. لا بلاش النهارده، خليها بكره، النهارده ورايا حاجات كتيره قوي. خلاص تمام، مفيش مشكله، هستناكي بكره، اوعي تتاخري. خلاص تمام. تعالي نشوف الفستان ده، شكله حلو قوي. ها بقى يا ست، احكيلي عملت ايه النهارده؟ بص يا سيدي، النهارده رحت انا وميسة زي ما قلتلك المول، واشترينا حبة حاجات حلوة قوي، هبقى افرجك عليهم. قولي بقى، وانت يومك كان عامل ازاي؟ مفيش حاجة جديدة، وديت فارس للتمرين زي ما اتفقنا، وبعدين رحت الشغل، ملقتش عندي مشاريع كتيرة قوي النهاردة فجيت. بس يا ست، ربنا يرزقك يا رب برزقنا. صح، نسيت اقولك، ميسة هتيجي بكرة تتغدى معانا، اعمل حسابك بقى. هي مش لسه من يومين كانت هنا بتتغدى معانا، ولا انا فقدت الذاكرة؟ لا صح، وهتيجي بكرة كمان، عندك مانع؟ لا، وعلى ايه؟ هو انا اقدر اتكلم؟ ده تيجي وقت ما تحب، ده بيتك يا حبيبتي. ايوه كده، شاطر. ايه ده معاذ وصل اهو. ازيك يا معاذ، عامل ايه؟ معلش بقى عاملين لك ازعاج كل يوم كده. لا مفيش حاجة طبعا يا ميسة، ده بيتي. انا هسيبكم بقى لوحدكم علشان عندي شوية شغل محتاجة اخلصه. ماشي يا حبيبي، ربنا معاك. هو مال جوزك بيتكسف مني ولا ما بيحبنيش ان انا اجي هنا؟ لا بالعكس، ده هو علشان بس يسيبنا براحتنا. كملي، عملتي ايه بعد كده؟ بصي يا ستي. ايه ده؟ اسماء، بصي. ايه؟ في ايه يا معاذ؟ صاحبتك ميسة بعتتلي طلب صداقة على الفيسبوك. يا شيخ خضتني، وايه المشكلة يعني ما تقبلها؟ اصل انا استغربت، يعني هتبعتلي ليه؟ انا ماليش علاقة بيها اصلا. يا عم اقبلها، يعني هي حد غريب يعني؟ ماشي. وبدأت ميسة كل يوم تبعت تسأل على معاذ عادي جدا، وهو بيرد، لحد ما في يوم لقي رقم غريب بيتصل بيه. الو، مين معايا؟ معقولة معرفتش صوتي؟ آسف مش مركز، مين معايا؟ انا يا سيدي ميسة صاحبة اسماء. ازيك؟ انتي عايزة اسماء؟ لا، انا لسه قافلة مع اسماء، انا كنت بطمن عليك بس. شكرا على سؤالك، ربنا يخليكي، سلام. ويخليك يا رب يا معاذ. يلا باي. مش هتصدقي مين اتصل بيا النهاردة. مين؟ ميسة صاحبتك، بس مش عارف جابت رقمي منين، انا استغربت بصراحة. يا معاذ عادي، تلاقيني كلمتك من عندها قبل كده ولا حاجة. يمكن. يا معاذ يا حبيبي، انت مكبر الموضوع ليه؟ عادي يعني، هي ميسة حد غريب؟ دي اكتر من اختي. يعني انت شايفة كده؟
أيوة طبعا شايفة كده، بقولك دي أكتر من أختي. ماشي. وبدأت المكالمات بين معاذ وميسة تزيد أكتر وأكتر عن المعتاد، وبقت ميسة تهتم بمعاذ بالزيادة. ايه ده؟ انت عرفتي كل ده منين؟ عيب عليك، أنا لما بحب حد بهتم بكل تفاصيله. وكمان انت ناسي ان مراتك تبقى صاحبتي؟ أيوة صح، بس ده انت بتاخدي بالك من حاجات مراتي نفسها ما بتاخدش بالها منها. أسماء بتهتم بفارس كمان، إنما أنا اهتمامي بيك وليك انت بس. ماشي يا ستي، هقابلك النهاردة زي ما اتفقنا. طبعا يا حبيبي، هشوفك في مكاننا. يلا سلام. وفضل المقابلات والتليفونات ما بينهم تزيد أكتر وأكتر، وكمان المشاعر. ولما حس معاذ إن ممكن بيته يتخرب بسبب اللي بيعمله وبسبب ميسة، قرر إنه هيلمح لمراته ويحاول قدر الإمكان يخلي مراته تبعد ميسة عن حياتهم. إيه يا أسماء، أخبارك وأخبار مدرسة فارس؟ عاملين إيه؟ كله كويس يا حبيبي، ما تشيلش هم حاجة، أهم حاجة شغلك. أنا كنت عايزة أقولك حاجة يا أسماء. أكيد طبعا يا معاذ، قول خير. هو بخصوص ميسة، يا ريت تحاولي ما تخليهاش تيجي كتير، ما ببقاش واخد راحتي قوي. ايه يا معاذ اللي انت بتقوله ده؟ يعني صاحبتي الوحيدة عايزني اقول لها ما تجيش؟ ازاي يعني؟ يا اسماء انا بقول مفيش اسماء او غيره يا معاذ، ميسة دي صاحبتي، ده انا اامنها على نفسي. انت بتقول ايه؟ خلاص يا اسماء اللي يريحك. وللاسف ما قدرش معاذ يقنع أسماء إن هي تخلي ميسة تبعد عنهم، وبالعكس ده خلى ميسة تقرب أكتر وأكتر، وهو قدامها ضعف وبقي كمان بيقرب منها أكتر وأكتر. ازيك يا معاذ، أخبارك ايه؟ بقالنا كتير ما بنشوفكش. الشغل واخد كل وقتي للأسف. ربنا معاك يا رب يا معاذ ويقويك. الله يخليكي يا رب يا ميسة. طيب انا هروح اجهز الغدا بقى، كلنا ناكل مع بعض بمناسبة ان احنا كلنا متجمعين، عن اذنكم كده يا معاذ. ارن عليك طول اليوم ما تردش عليا؟ هنت عليك؟ وانا اقدر برضو، بس كان عندي شغل كتير قوي قوي يا ميسة. طمنيني عليكي، انتي اخبارك ايه؟ انا بخير طول ما انت بخير يا حبيبي، وحشتني قوي. وانتي وحشاني جدا يا ميسة. طب ما بقولك ايه، ما تيجي كده اقولك حاجة. ايه يا معاذ اللي انت بتقوله ده؟ هنا اسماء تشوفنا. لا ما تقلقيش خالص، ولا هتشوفنا ولا حاجة، تعالي انت بس. للأسف الشديد في الوقت ده حصل تجاوزات بين ميسة ومعاذ في شقته وفي بيته وفي وجود أسماء. وبعد فترة وميسة لسه على علاقة بمعاذ، ومعاذ كل ما يحاول يبعد بيرجع تاني، لكنه حس قد ايه هو غلطان وندمان من اللي بيحصل مع ميسة خصوصا. وخصوصا مراته عمرها ما عملت معاه حاجة وحشة، بالعكس كانت ونعمة الزوجة، وكأن ميسة دي وباء دخل حياتهم علشان تدمرهم. ايه يا معاذ مالك؟ بقالك وقت طويل كده سرحان وزعلان. لا مفيش حاجة يا حبيبتي، هو بس شوية مشاكل في الشغل. طب ما تحكيلي. لا يا حبيبتي ما تشغليش بالك، انت مش عايزة ادوشك، قوليلي بس انت عاملة ايه، بقالنا وقت طويل محكيناش مع بعض. ايوه معاك حق، ده انا ما صدقت ان انت اجازة النهاردة علشان احكي معاك. اسكت، مش ميسة كانت امبارح هنا؟ وايه الجديد يعني؟ ما هي على طول هنا، بس المرة دي في جديد. خير، ربنا يستر. اسكت يا معاذ، مش ميسة طلعت بتحب، لكن يا عيني بتحب راجل متجوز. انا قلت لها ازاي ما ينفعش، قالت لي يعني هو الحب بايدينا يا اسماء. وبصراحة يا معاذ هي معاها حق، ما الحب مش بايدينا برضو. بس شوف الراجل بعد ما علقها بيه طلع قال ايه بيحب مراته، وبيحاول دلوقتي يبعدها عنه وعن حياته. لكن هي يا حبة عيني زعلانة وتكسر القلب يا معاذ، دي شكلها حبته بجد، وانا مش عارفة اساعدها ازاي. انا عارفة اللي هي عملته غلط وما يصحش وما ينفعش، ده يعتبر بتخرب بيت، لكن بجد صعبانة عليا. يعني يوم ما تحب راجل متجوز ودلوقتي بيبعدها عنه؟ قولي انت ايه رأيك؟ مش عارف والله يا اسماء، بس الاكيد اللي هي وبتعمله هي والراجل ده غلط جدا. انا برضو قلت لها كده، قلت لها غلط وعيب. هي حصلت يا ميسة تقولي لمراتي ان انت بتحب راجل متجوز؟ كان فاضل تقولي لها ان هو انا. طب وانا اعمل ايه؟ مش انت اللي بقيت تبعد عني؟ لازم ابعد يا ميسة، لان مراتي حرام اللي انا بعمله فيها ده ست ولا كل الستات. وانا ندمان وقرفت من نفسي ومن اللي انا بعمله ده، علشان هي ما تستاهلش ابدا اللي انا بعمله فيها. يا سلام، دلوقتي قرفت والأول كان حلو وعادي.
انت اللي استغلتيني واستغليتي مراتي وانها بتحبك وبتحكيلك كل حاجة، فعايزة توقعي وتخربي بيتها، وانت عاملة فيها حبيبتها، وانا مش هسمح لده يحصل ابدا. والله انا ما ضربتش حد على ايده، انا ولا حبيتك ولا حاجة، انا بكرهك وبكره مراتك وبكره حبك ليها. اشمعنى هي تتحب كده وانا افضل عانس؟ كنت عايزة ادمرها لكن معرفتش، لانك بتحبها للدرجة اللي خلتني اكرهها اكتر واكتر، وانا مش لاقي حتى حد يقولي كلمة حلوة، فلازم اعمل كده واخرب بيتها. طيب بصي يا ميسة، ابعدي عني وعن مراتي وعن بيتي، وربنا يعينك على قلبك الاسود ده، لكن لو هوبتي ناحية اسماء تاني ما تزعليش على اللي هيحصلك. لا يا معاذ، مش ميسة اللي تتهدد، وانا هفضحك قدامها وهقول اللي انت اللي استدرجتني وخلتني احبك وضحكت عليا، وانت اللي هتخرب بيتك بايدك. وسابها معاذ ومشي، وهو مش عارف ايه اللي عمله في حياته وفي بيته وفي مراته ده، وقرر انه هيروح يقول لمراته، واللي يحصل يحصل، حتى لو دوت خلاها تتطلق منه، احسن من ان هو يخلي ميسة في حياته وتخرب حياته. ايه ده؟ ايه يا معاذ اللي جابك بدري النهارده؟ عايزه اتكلم معاكي يا اسماء في حاجه مهمه. قول يا معاذ، سامعاك. انا برضو حاسه ان فيك حاجه مش مظبوطه بقالك فتره. فاكره لما قلتيلي على ميسة صاحبتك انها بتحب راجل متجوز؟ فاكره. بس ايه اللي فكرك انت بالموضوع ده دلوقتي؟ علشان الشخص ده يا اسماء يبقى انا. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بتهزر معايا صح؟ انا اسف. انا اسف والله. انا عارف ان انا غلطت ووقعت في شرها، حاولت ابعدها عن حياتنا كتير قوي، لكن كل مرة كنت باجي اقولك ابعديها عننا انت كنت بتتخانقي معايا وتقوليلي دي صاحبتي، وانا بأمنها عن نفسي. لا، لا، لا يمكن ميسة تعمل فيا كده، دي صاحبتي الوحيدة، ده انا كنت واخداها اختي. انت يا معاذ، انت تعمل فيا كده؟ ده انت بتحبني؟ لا، لا يمكن، لا يمكن تكونوا انتوا عملتوا فيا كده، انتوا اقرب اتنين مني. والله لسه بحبك يا اسماء، وعارف ان انا غلطت، واللي انت عايزاه انا هعملهولك، بس سامحيني، ارجوكي سامحيني وطلعيها بقى من حياتنا، دي شيطانة بيخرب حياتنا وبيتنا يا اسماء، ارجوكي سامحيني. انا عارف ان انا غلطت. لا، لا، انا مش مصدقاك. ميسة، لا يمكن، دي ميسة، لا، لا يمكن. طيب يا اسماء، اهدي واسمعي التسجيل ده. وبدأ معاذ يسمع أسماء التسجيل اللي سجله لميسة، وهي بتعترف قد ايه بتكرهها وقد ايه حاولت تخرب بيتها. اطلع برا، برا، انا بكرهك، بكرهك، بكرهكم كلكم. وأسماء فضلت مصدومة في صاحبتها وجوزها، ومعاذ سابها لوحدها تهدى وتاخد قرارها، وراحت أسماء واجهت ميسة وما أنكرتش، لأ بالعكس، دي وجعتها أكتر بكلامها، وقعدت وقت طويل قوي أسماء بتفكر تاخد قرارها، مش عارفة، مش عارفة الوجع اللي هم سببوه لها تعمل فيه ايه. بس أول حاجة عملتها قطعت علاقتها بأسماء بعد ما عرفت قد ايه الكره اللي هي شايلاه جواها ليها، رغم إن أسماء قدمت لها كل الحب. أما معاذ ما كانتش قادرة تاخد قرار، هو غلطان وغلطان جدا كمان، لكنه هو وقع فريسة لشيطانة بتكرهها وبتكرهه، وفي الآخر فكرت في ابنها فارس ملهوش ذنب إن هو يفضل قاعد ويعيش مع أم بس، ده في حالة إن هي لو اتطلقت من معاذ، لكن في الآخر قررت إن هي تسامح معاذ وترجع له تاني. وفعلا رجعت أسماء ومعاذ تاني لبعض، وعاشوا حياة هادية، حياة من غير مشاكل، بعد ما أسماء خلت بالها من كل كلمة بتقولها لحد من أصحابها وبطلت تثق في أي حد. وكمان معاذ بيهتم أكتر وأكتر بأسماء علشان يعوضها على اللي عمله معاها، وبيهتموا بس بفارس. كده نكون خلصنا قصة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تقولولي في الكومنتات واللايك والشير، وهتعبكم في الاشتراك، واستنوني في قصة جديدة من حكايات مريان. بحبكم، باي.